الإعادة المخالفة من العقبي. لمس فيه لمس باليد، لمس باليد. المخرج يعاود المهاجم الليبي الزعبية أمام خلادي. الزعبية، المهاجم الليبي الزعبية يفتتح مجال التهديف في هذه المواجهة المحلية في هذا الديربي، ويتمكن من رفع رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف. فرحة كبيرة وسط أنصار مولودية وهران بمركب أحمد زبانة بمدينة وهران. إذن في الدقيقة 47 مولودية وهران تتمكن من افتتاح مجال التهديف عن طريق الزعبية بعد تنفيذه لركلة جزاء بطريقة ممتازة. الحارس في جهة والكرة في جهة. توزيعة من هناك. برجا لم يتمكن من هذه الكرة. دائما يبقى الضغط وفي منطقته. هدف من أروع ما يكون، هدف في منتهى الجمال، هدف في منتهى الروعة لصالح جمعية وهران عن طريق هذا المتألق، هذا القناص، هذا الهداف. جمعوني يتمكن من التسجيل بطريقة رائعة ورائعة جدا على الطائر. يتمكن من ضرب الكرة مباشرة في الشباك. شفنا نفس الأخطاء اللي ارتكبها دفاع مولودية وهران، نفس الشيء في هذا الهدف. هذا فيه كرات أخذ ورد في منطقة مولودية وهران وفي وسط الدفاع. لاحظوا هذا يعني السونتر هذا جمعوني بضربة مقاسية، يعني لقطة رائعة، هدف من أروع ما يكون. احنا محظوظين لما نشوف اهداف مثل هذه في ميداننا، خاصه امامنا هنا في ملعب زبانه. قلت الهدف من اروع ما يكون. مخالفه لصالح مولوديه وهران في التنفيذ. العقبي صعبه، حسن العقبي يتمكن من اضافه الهدف الثاني بعد خطا فادح من الحارس خلادي. حسان العقبي يتمكن من إضافة الهدف الثاني بعد خطأ فادح من الحارس خلادي. كان خروج غير موفق للحارس خلادي، كانت كرة دائرية مباشرة سكنت شباك جمعية وهران. المفروض كانت سهلة للحارس، ولكن سوء تقديره للكرة. نشوف هنا سوء تقديره للكرة، خرج في وقت المفروض كان ياخذ الكرة بلا غير ما يحاول انه تشوف الكرة عالية عليه. نفس تقريبا نفس الوضعية تاع الخطأ الأول، الكفران البريمي كورنر، الكفران اللي جا عليه البينالتي. نقول انه مولودية وهران جبت هدفين. إذا الكرة لصالح جمعية وهران، التسديدة من هناك. ماذا هذا؟ المولودية تسجل من هنا والجمعية تسجل من هناك. هجمة بهجمة، والرد وكتب أن يكون فعال في هذه المباراة. الأهداف التي كانت غائبة في المرحلة الأولى حضرت مع بداية المرحلة الثانية. بنتيبا يتمكن من ترجيح الكفة بالنسبة لجمعية وهران بعد مرور حوالي دقيقتين من تسجيل مولودية وهران. ها هي الإعادة. شوف هنا بنتيبا، الترويض ثم التسديدة حتى بقى الحارس نطاش يتفرج على الكرة وهي تدخل شباكه. كانت بعد طرد مسجل الهدف الثاني بنتيبا علي قاشي. محور مولودية وهران بن يحيى والهدف الثالث لصالح مولودية وهران. بن يحيى يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لصالح مولودية وهران في هذا الديربي الوهراني الخالص بين المولودية والجمعية. وفرحة كبيرة جدا وسط أنصار مولودية وهران الذين توافدوا بكثرة اليوم هنا بمركب أحمد زبانة بمدينة وهران، ويصنعون الفرجة والمتعة فوق المدرجات. شوف هنا بن يحيى، حتى وأنه الارتماء من خلادي كانت وراء الكرة، إلا أنه بن يحيى
تمكن من تسجيل الإصابة الثالثة لصالح مولودية وهران. صور ولوحات فنية رائعة يصنعها الأنصار فوق المدرجات بالناحية